النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية القرع العسلي بطريقة حلوة جدا جدا. حتى لو ولادك أو حبايبك مش بياكلوها هيعشقوها بالطريقة دي إن شاء الله. مبدئيا كده مش لازم تروحي تشتري الواحدة على بعضيها. في أماكن بتبيع منها بالكيلو، أنا اشتريت كيلو على بعضه. تمام، مش شرط خالص انك تشتريها بالكيلو، لان هي بصراحة بتبقى كمية كبيرة، واحنا مش يعني في حاجات تانية ممكن تتعمل، مش شرط بقى نقعد ناكل طول الاسبوع قرع عسلي. المهم جبت كيلو واللي انا اشتريتها منه كان مقطعها كبير، فانا ابتديت اقطعها صغير عشان تستوي معانا بسرعه. خصوصا ان انا مش هنقعها بالسكر فتره كبيره، او مش هركنها بالسكر لفتره كبيره، انا يا دوبك سبتهم على بعض 10 دقايق. يبقى كيلو القرع حطيت عليهم كوبايه سكر وسبتهم 10 دقايق مع بعض لحد ما ابتدت تنزل الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا كل ما هتسيبيها مع السكر كل ما هتنزل ميه، لكن مش هتفرق كتير. في الوقت ده هحطها في صينيه على النار وهخليها تستوي. طب هتعرفي ازاي ان هي استوت؟ هقول لك. انا انت مبدئيا كده بتحطيها، اول ما بتحطيها هتلاقيها بتنزل ميه كتير. ما تقلقيش، بالعكس احنا هنحتاج الميه دي، هتخليها احلى واحلى. حطها على نار وسط، ما تحطهاش على نار عاليه لان هي طبعا فيها سكر. وهنا عشان اطعمها، طبعا الخطوه دي مش ضروريه، بس لو حابه ان القرع نفسه يبقى ليه طعم، حطيت معلقه صغيره مليانه من الزبده، وغطيت عليها الحله او الصينيه، وحطيتها على النار وابتديت امسك واحده كده واضغطها بالمعلقه، لقيتها قطعت معايا، يبقى هي استوت وزي الفل. في الوقت ده هبتدي اشيل يعني هفصل ما بين الميه وما بين القطعه نفسها، لان انا هحتاج الميه في حاجه واحتاج القطعه في حاجه تانية. والميه نفسها انا مش عايزه فيها اي قطع من القرع العسلي، لان انا هعمل منها البشاميل. البشاميل بقى اللي انا عملته النهارده كان طعمه خرافي بصراحه. عايزه اقول لكم ان الحلويات بشكل عام لما بتحط لها زبده نوع كويس او سمنه نوع كويس بتديكي نتيجه رهيبه. خدت القرع وهو سخن كده وقعدت اهرسه بالهراسه بتاعه البطاطس، او لو عندك شوكه اهرسي بيها، وحطيت عليها معلقتين من جوز الهند، بيدي طعم خرافي. وبرده ممكن تستغنى عنه للناس اللي ما بتحبش جوز الهند. وجبت الصينيه ودهنتها دهنه خفيفه كده بالزبده، وهبتدي افرد القرع معايا، يعني بيتفرد معايا بكل سهوله. لو بتحبي القطعه تبقى سميكه او تخينه حطيها في صينيه اصغر من اللي انا حطيتها. فردتها، وبعد كده هنعمل البشاميل بتاعنا الخطير. انا حطيت بصراحه معلقه سمنه بلدي، وحطيت معلقتين كبار من الزبده. ممكن يبقوا زبده بس، وممكن يبقوا سمنه بس، وممكن يبقوا زبده على معلقتين زيت ولا حاجه. بس يكون الزيت يكون زيت ملوش ريحه يعني. وحطيت عليهم 3 معالق كبار هرميين من الدقيق. ولما خدوا معانا لون اشقر كده خفيف نزلت ب3 كوبايات من اللبن الحليب. مش خالص، مش هيكتل معاك ان شاء الله. اول ما هنضرب بالمضرب السلك كل ده هيفك معانا، وخصوصا لما نحط الكوبايه الثالثه من اللبن. تمام كده. لو مش عندك لبن كفايه ممكن يبقوا كوبايتين لبن وكوبايه ميه، او كوبايه ونص لبن على كوبايه ونص من الميه. وهنا ده الميه اللي نزلت من القرع العسل ده بيديله طعم خرافي للبشاميل نفسه، ادانا طعم حلو جدا جدا. واحط نقطتين 3 كده من الفانيليا، اي نوع فانيليا عندك هتحطيه، بس ما تكتريش، احنا مش عايزينها تقلب لريحه كيكه. وكان طعمها وحياة ربنا تحفه تحفه تحفه. وفضلت اقلب لحد ما الخليط تقل معايا واستوى. تقريبا البشاميل اللي انا حطيته كان تقريبا كوبايه الا ربع كوبايه. وهنا عشان ندي للبشاميل نفسه طعم غني قوي قوي، ضفت معلقه من وش اللبن او القشطه، سواء ده سواء ده. ده بيغنينا بقى ان احنا نحط كريمه ونروح نشتري كريمه، والاسعار دلوقتي بتاعت الكريمه بقى الله المستعان بيها. فالقشطه مالها اللي بنطلعها من اللبن بتبقى زي الفل. وهطفي عليها، وهبتدي اضيفها على الطبقه اللي احنا عملناها من القرع العسل. جربوا البشاميل بنفس الخطوات اللي انا عملتها، حقيقي حقيقي تتاكل لوحديها. بصوا، يعني حاجه كده فخمه جدا. وهنا كان معايا معلقه تانية من القشطه، دي مش ضروري المرحله دي، بس انا بصراحه يعني بما انها عندي فانا هعملها. خدت معلقه من القشطه وحطيت عليها 4 معالق من البشاميل اللي احنا عملناه، وهقلبهم على بعض. البشاميل ده عشان كان في الفريزر فهو كان متجمد شويه، لكن اول ما حطيت عليه البشاميل ساح. ليه بعمل كده؟ لان انا عايزه احطها على الوش تديني طعم غني، وكمان تدينا لون حلو جدا جدا. هبتدي اضيف بقى البشاميل على القرع العسلي بالشكل ده. بالسباتولا كده هفرده او بمعلقه، هيتفرد معاكي بمنتهى السهوله. تمام، حطيت الكميه كلها. حبيتي تزودي البشاميل عن كده
تزودي عادي، بس هو بصراحة يعني كان مظبوط جدا جدا. انا ما حطيتش عليه اي نوع من السكر، لان ميه القرع لوحدها دي كانت مسكره. بس عايزه اقولك، لو انتم من الناس اللي بتحبوا الحاجه سكر زياده او سكر بيبقى محلي يعني سنتين ثلاثه، ممكن تحطوا سكر في البشاميل، ممكن يبقى معلقتين او حاجه، وده هتحسي بالطعم بيها وانت بتقلبي كده بتدوقي. لو حبيتيه مسكر بتزودي. هنا هناخد الخليط ده برضو ونفرده بنفس الطريقه. في الوقت ده انا مشغله الفرن درجة حرارة 180، هحطها في نص الفرن على الشبكة. بسيبها مثلا لمدة ربع ساعة، وبعد كده بشغل عليها الشواية لو انت الفرن بتاعك مش بيدي لون لما بيشتغل من تحت بس. تعالوا بقى ندخلها الفرن ونشوف النتيجة النهائية بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. لو وصلت مع هنا لحد هنا معايا بالفيديو، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. ولأول مرة تشوفيني وعجبك محتوى القناة، اتفرجي على بقية الفيديوهات، ويسعدني انضمامك واشتراكك لقناتنا تكبر بيكم اكتر واكتر ان شاء الله. وده شكلها لما طلع من الفرن. انا بحبش اديها لون اغمق من كده، لان الطبقة دي لو غمقت اكتر من كده هتديكي طعم مرارة. فاحنا مش محتاجين خالص يعني نبقى بعد الحاجات الجميلة كلها اللي احنا عملناها فنديها وش غامق يبقى طعمه مر. هو كده مناسب جدا جدا. لو بتحبي الحاجة افتح من كده كمان بسيطة، ممكن تفتحي عن كده. تعالوا بقى نقطعها ونشوف القوام بتاعها عامل ازاي. انا سبتها لما تهدى شوية، وعايزة اقول لكم كل ما تهدى هتمسك اكتر واكتر. انا يا دوبك سبتها لحد ما تدفى. بالمناسبة الحاجات السيليكون اللي انا حطاها تحت الصينية دي هي اسامي بتاعت كوبايات انا عارفه، بس انا ما لقيتش التانية. يعني انا عامله قلبان في المطبخ وكده، فانا اضطريت احط الصغيرين دول عشان الصينيه كانت لسه سخنه من تحت، خفت عليها بصراحه تتكسر. وادي طلعنا خرطه، بصوا بتتكلم عن نفسها، طعمها حلو جدا جدا. وتعالوا بقى نشوف لما نيجي نقطعها بتبقى عامله ازاي. هنا بنتشاوروا مع بعض مين اللي هياخد اول قطمه. البشاميل اللي كان طعمه في منتهى منتهى الجمال، كان يتاكل لوحده كمان. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى لو عجبك تكوني عملتي له لايك، ولو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس، ولو انت مشتركه بالفعل وبقالك فتره كبيره مش بيجيلك اشعارات فالغي الاشتراك خالص وارجعي اشتركي من اول وجديد. اشوفكم في فيديو جديد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.